السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هيثم إبراهيم من قناة هيثم إبراهيم. في الفترة الأخيرة قرأت أكتر من كتاب في مجال البيع. حابب النهاردة أشارككم التجربة بتاعتي، ودي هتبقى أول مرة أشارككم التجربة في ملخصات الكتب. دايما كنت بتفرج على فيديوهات كتيرة وناس كتيرة اتعلمت منهم لما بيجوا يلخصوا الكتب. بس لازلت مقتنع إن القراية مفيش أفضل منها. مهما كانت الملخصات كويسة، بس بيبقى في الآخر إن أنت تقرأ وتعيش التجربة بنفسك وتبدأ تتخيل الصورة وتتخيل القصة اللي بيكتبها الكاتب أو المؤلف، ليها مفعول السحر. خلينا نتكلم النهاردة عن كتاب سيكولوجي اوف سيلينج أو سيكولوجية البيع. كتاب مهم جدا ومحترم جدا. الكتاب من 8 فصول. كاتب أمريكي، كاتب محترم جدا وليه مبيعات كتيرة أو ليه كتب كتيرة في مجال البيع والليدرشيب والمانجمنت والسيلز والماركتينج، ودرب اكتر من 500 طالب على مستوى العالم. كان هو اوريدي بدأ الكتاب مبدئيا يا جماعه 8 فصول، 8 شباتر. بدأ الكاتب بيقول ايه؟ بيقول لك انا اول ما بدأت حياتي بدأت سيلز، يعني بالبلد على باب الله. انا ولا درست ولا اتعلمت ولا اي حاجه خالص. بدأت سيلز في مكان للتدريبات، يعني زي ما نقول كده ايه، تريننج سنتر. راح اشتغل في تريننج سنتر بيبيع فكره التريننج دوت للناس. فاول ما بدأت من غير تدريب ولا اي حاجه خالص، مديري كان واضح كده ان هو امكانياته الفنيه ضعيفه، فقال لي ابدا بيع، والبيع عندك ما هو الا ارقام. فطبعا انا ما اعرفش اي حاجه خالص، فنزلت وبدات اشتغل، اعمل كميه كولز فظيعه جدا واحاول اوصل لاكبر قدر من الناس. بعد 6 شهور من بقى ان انا الفرق بالبلدي يعني بلغتنا، واصحى بدري جدا واتنقل ما بين المواصلات وسوري، يعني ريحتي تبقى كلها عرق وحاجه يعني مرمطه. لقيت ان الديلز اللي انا جبتها او اللي انا قدرت احصل عليها رقم قليل جدا، وعملت كميه كولز فظيعه جدا واتحركت مع ناس كتيره جدا وحاولت اكلم ناس كتيره جدا، بس لقيت في الاخر النتيجه ضعيفه. لفت انتباهي، والحديث عن الكاتب يعني بيقول لك لفت انتباهي ان في المكتب بتاعنا كان في بياع شاطر جدا مختلف خالص. كلامه قليل، مش بيجي بقى ومش بيفرك نفسه زي نفس الفرق بتاعي، بيعرف يخلص ديلز في وقت قليله جدا. ودايما شايفه شاطر ومتالق. المهم اصطدت صاحبنا دوت في مره، وكان 1 تو 1 كده ايه ميتنج ما بيننا. اتعرفت عليه، قلت له انا دايما شايفك مختلف، كنت عاوز اعرف منك ايه شكل الاختلاف وايه الطريقه اللي انت بتعملها اللي مخليك مختلف كده ومش بتفرق بالبلدي زي ما انا بفرق. طبعا ضحك وخدني بالراحه خالص واتعرفنا على بعض، وقال لي بص، انا اول ما بدات البيع خدت كورس او خدت تريننج في جزئيه البيع والتعامل مع العملاء لمده 6 شهور. ده اللي خلاني اتعامل مع اي عميل وخلاني اقدر ابيع اي منتج من المنتجات، سواء بقى كانت الصناعه بقى عربيات، تامينات، بنوك، اي تي، مش فارقه خالص. المهم ان انا اتعلمت البيع. قال لي انصحك اول حاجه لازم تاخد تريننج، لان المبيعات ما هي الا تمرين. دي حاجه. الحاجه الثانيه وهو بقى بيشرح لي، قال لي كده اعمل برزنتيشن عن اللي انت بتقدمها للعملاء. يعني انت النهارده بتروح لعميل بتقدم له برزنتيشن، تعريف عن الشركه وتعريف عن المنتجات والخدمات اللي بتقدمها والفلوس اللي العميل هيدفعها كام. فبيقول لك انا استغربت قوي، انا اول مره حد يقول لي الكلام ده. فقلت له بص، قول انا اعمل انت البرزنتيشن الاول. فقال لي خلاص ماشي يا سيدي، هعمل البرزنتيشن. عمل البرزنتيشن وكان راجل امين جدا في نقل المعلومه. ما علينا، يعني شرح لي وعرفني وعلمني ازاي ارد على اعتراضات العميل، وعلمني ازاي ببلدي اهندل العميل بشكل كويس واسمع اكتر ما اتكلم. ودي نقطه بتعيب ناس كتيره جدا في البيع، فاكر ان البيع ما هو الا كلام 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 كلام، ويبقى صوتي اعلى من العميل، وحاجات كتيره هنتكلم عنها في بقيه الكتاب. مهم، دي كانت زي ما بيقول لك نقطه الانطلاق الاولانيه عندي، ان انا النهارده استنتجت حاجه، ان في قانون اسمه السبب والنتيجه. بما ان انا مبيعاتي قليله يبقى اكيد في سبب لكده، وبما ان انا مبيعاتي كتيره يبقى اكيد في سبب لكده. بدات من هنا اشتغل على نفسي واتدرب. بيقول لك بعد كده طبعا مستواي تقدم جدا وعملت ديلز كتيره، وبعد كده اداره الشركه عندي عينتني مدير، وكونت جيل ورا جيل لغايه ما توته توته خلصت الحدوته وبقى هو ايه زي الفل. بيبدا بقى في الكتاب، كل اللي فات ده كان انترو، فيبدا بقى في الكتاب بيشرح لك تفصيلا الداخليات والسيكولوجيه بتاعه البيع من ناحيتك انت كبياع، ومن ناحيه كمان العميل في جزئيه الشراء.
بيبدا بايه؟ بيبدا بيقول لك ليه مقوله جامده جدا الكاتب روبرت تريسي، ده كاتب امريكي مشهور جدا يعني. بيقول لك ايه؟ بيقول لك طول ما انت بتقلد وبتعمل زي الناجحين في مجالك هتوصل لنفس النتيجه. انا بزود لك بقى بمشيئه ربنا، يعني طالما ربنا رايد خلاص تمام. بس تاني المقولة مقولة رائعة، بيقول لك طول ما انت بتعمل نفس العادات ونفس الممارسات اللي بيعملها الناس الناجحة في مجالك هتوصل لنفس النتيجة بشكل كبير جدا. غير كده ما اضمنلكش. فطبعا دي مقولة يعني انا وقفت عندها كتير جدا، ان انت لما مثلا في مجالك مجال مثلا الماركتينج، مجال المبيعات، عارف مثلا ان الراجل بتاع المبيعات دوت لازم يبقى شيك، ولازم يبقى شكله حلو، ولازم يكون بيسمع كويس، ولازم يكون بيحب العميل. عملت زيه هتوصل للنتيجه بتاعته بشكل كبير. ولازم كمان يبقى طموح، ولازم كمان يبقى توقعاته عاليه ويبقى متزن، فاذا هتوصل للنتيجه بتاعته. غير كده ما اضمنلكش. في الكاتب كمان بيتكلم عن قاعده باريتو الشهيده اللي هي 80/20. ايه هي بقى؟ بيقول لك دلوقتي ان 80%، خلي بالك معايا، 80% من البياعين اللي عاليين، او اقولها لك بشكل ابسط شويه، 80/20 ديت 20% من البياعين الاعلى دخلا اللي هم مرتباتهم عاليه هم اللي يجيبوا 80% من تارجت الشركه. يعني ايه يا عم هيثم؟ يعني النهارده احنا لو في شركه عدد افراد المبيعات بتاعتها 10 بياعين وتارجتها 100 مليون جنيه او 10 مليون جنيه عشان نبسط المثال، هتلاقي في الاخر ان 20% من البياعين دول هم اللي بيحققوا 80% من التارجتات. هتلاقي في 2 بياعين في ال10 من افراد التيم دول هم اللي بيحققوا 8 مليون من التارجت بتاع الشركه. بما ان هم بيحققوا التارجت الاكبر وهم اللي مسيطرين، فتلاقيهم بياخدوا كوميشن اكتر وبياخدوا مرتبات اكتر. وهتلاقي بالتبعيه 80% من الموظفين اللي هم دخلهم قليل هم اللي بيجيبوا 20% من التارجت. دي قاعدة باريتو الشهيرة. ونفس الكلام قيسوا بقى على الشركات، هتلاقي أعلى 20 شركة في مجالك هم اللي واخدين 80% من الحصة السوقية من السوق، والعكس صحيح. وانت مغمض كده، طالما الشركة بتعمل مبيعات كتيرة لازم تبقى عارف ان عندها بياعين طبعا شطار وجامدين. قيس بقى ديت على أي حاجة خالص. قاعدة باريتو ديت قاعدة سحرية. قيس على أي حاجة طول ما انت شغال، على مبيعاتك، على شركتك، على البلاد، على اي حاجه في الدنيا، على الناس اللي تعرفهم. فدي نصيحه لاي مدير مبيعات. لو انت عندك افراد المبيعات بتوعك 10 20، مش كلهم هيبقوا سوبر، مش كلهم هيبقوا. بيقول لك بقى كاتب ان في حاجه مسميها هو الميزه الرابحه اللي بتفرق ما بين ال 20% وال 80%، اللي هم 20% اللي 2 موظفين اللي من وسط التيم اللي شاطرين وجامدين، وبين ال 8 موظفين اللي هم ادائهم منخفض. بيقول لك فرق بسيط جدا بس بيؤدي لنتيجه كبيره جدا. قال لك هديك مثال يقرب الفكر شويه. بيقول لك في مسابقات الحصانه او في ماتشات حتى الكوره في البطولات، هتلاقي الفرق ما بين اللي بيوصل للفاينل ما بين الاول والثاني، الفرق الفني بينهم بسيط جدا، بس في الاخر بتلاقي اللي طلع المركز الاول خد ضعف او 10 اضعاف مكسب اللي طلع المركز الثاني. فمن هنا الفروقات البسيطه قد ايه بيقول لك بتؤدي نتائج ونتائج كبيره جدا جدا ما بين المركز الاول والمركز الثاني، او بمعنى اصح ما بين 20% وبين ال 80%. كاتب بيتكلم بعد كده عن نقطه يعني انا بصراحه مقتنع بها جدا جدا، ودي نقطه محيره ما بين ناس كتيره جدا في مجال المبيعات. هل البيع بالموهبه ولا البيع بالاستعداد والدراسه؟ انا بصراحه شايف عن نفسي يعني شايف ان هي بالاستعداد والدراسه. الكاتب بياكد الفكره ديت، بيقول لك اوعى تفتكر يا صديقي ان البيع دوت موهبه وانت تتولد مولود بياع وما شاء الله واو ايه ده بياع. ده مفيش الكلام ده. بيقول لك كل حاجه بالتطوير وبالتعلم، بالتطوير وبالتعلم. قال لك طب تعمل ايه بقى؟ اول خطوه، قال لك اول خطوه لازم تبدا تدور على الناس الشطار في مجال المبيعات اللي في محيطك، اللي في صناعتك. يعني انت مثلا في صناعه العربيات تعرف مثلا ان ايه ان احمد مثلا دوت ومحمد اشهر واقوى 2 بياعين في المجال. قال لك اتقرب منهم واعرف تفاصيلهم. بنسبه كبيره الناجح والشاطر بيبقى واثق من نفسه، وهيبقى فرحان كمان لما انت تاخد رايه وتستشيره وتقول له اعمل ايه وشايف ازاي اطور نفسي. دي اول خطوه يا صديقي كاتب بيوصينا بيها. لازم تقرب من الناس الشطار في مجالك وتعرف بيفكروا ازاي، وتعرف ايه التريكات اللي نجحتهم وبالتبعيه هتنجحك انت كمان.
دي اول نقطه. تاني نقطه بيقول لك لازم تكون من جواك انت، من جوه عقلك انت واثق في امكانياتك وظابط مؤشرك على التوقع العالي ليك كفلوس. طب نترجم بقى الكلام ده. انت النهارده طول ما شايف نفسك التارجت بتاعك او امكانياتك عمرها ما تتعدى 5 مليون اللي تعرف تجيبهم كل سنه، قال لك بنسبه كبيره يا هتجيب ازيد او اقل 10% من الرقم دوت. مثال قال لك يعني كتمثيل يعني للصوره ديت او للفكره ديت، كاتبها الكاتب بيقول لك درجه حراره الغرفه، فتحت التكييف في الريموت بتظبط على 24 23، بعد شويه درجه حراره الغرفه خلاص هي اتظبطت واتكيفت على 23 24، ولا هتزيد ولا هتقل. فبقول لك دماغك بتبقى نفس الفكره. لو حطيت في دماغك ان انت تارجتك 100 مليون جنيه، بيقول لك هتبدا اول السنه حصان بيجري عمال بيتحرك يمين وشمال عشان ياخد ال 100 مليون جنيه دول ويوصل للتارجت بتاعه. بيقول لك لو وصلت على الكوارتر الثالث او بمعنى اصح مثلا شهر 9 و10 انت جبت ال 100 مليون جنيه دول، هتلاقيك انت مش مصدق نفسك وعمال بتلعب بقى وبتضيع وقت في شهر 10 و11 و12. نفس الحال لو انت النهارده كان تارجتك 100 مليون وجبت اقل منهم 90 مليون مثلا ولا حاجه، هتلاقيك انت بقى بتقول ايه، يلا بينا بقى اصلح اخطائي، ويلا بينا بقى يبقى انا اكيد ما كنتش بجري كويس او مش بتحرك كويس او مش بعرف اتكلم مع العملاء بشكل كويس وهكذا. فبقول لك لازم تظبط مؤشرك وتظبط مؤشرك المالي. ونصيحه كمان هو بيقولها لك ان انت لما تيجي تظبط المؤشر وتحط توقعات ما تبعدش قوي عن الحقيقه. يعني ما يكونش الطبيعي بتاعك ان انت بتحقق تارجت مثلا 10 مليون في السنه تيجي تقول بص بقى خلاص انا السنه الجايه هحقق ايه 100 مليون او هحقق 70 مليون. ما ينفعش كده. قال لك دي بتحبطك. انت لو عاوز زود 20 25% هيبقى مقبول جدا. واحد بيجيب 10 مليون جنيه كل سنه او اخر سنتين لما يجي يقول انا هجيب ازيد من كده 25% 30%، مفيش مشكله خالص، مقبوله. لكن اكتر من كده بكتير انت كده بتحبط نفسك، ولا هتجيب الرقم اللي انت حطيته لنفسك جديد ولا هتجيب رقمك القديم اللي انت كنت قايل عليه. فبالتالي النقطتين اللي بيتكلم عليهم الكاتب، تتعرف على الشاطر في مجالك، نقطة مهمة جدا جدا. النقطة الثانية تظبط المؤشر المالي بتاعك، وكمان تكون محدد دايما رقم مظبوط اعلى من العادي بتاعك بشوية، مش اعلى بكتير، بحيث تعرف توصل له عشان ما يحبطكش. كمان بداية بقى الكلام الجد بقى في الكتاب، بيقول لك في 7 مراحل للبيع. في 7 مراحل للبيع. 7 مراحل للبيع. المرحلة الأولى إن أنت توصل للعميل. المرحلة الأولى إن أنت توصل للعميل. إحنا هنتكلم وهنشرح كل خطوة من دول، لأن دول يعتبر أصلا الكتاب كله. خطوة أولى أنت توصل للعميل، دي رقم 1 بالنسبة لك، إزاي أوصل للعميل. تاني حاجة إزاي أبني حب وعلاقة محترمة وألفة بيني وبين العميل بتاعي، دي رقم 2. رقم 3 أعرف احتياجاته إزاي، إيه هي احتياجات العميل دوت، دي رقم 3. رقم 4 أعرف أعمل برزنتيشن محترمة عن الشركة بتاعتي ومنتجاتها وخدماتها. رقم 5 أرد على اعتراضاته، لأن طبيعي أي عميل عنده اعتراضات من سعر، من سيرفيس، من وارنتي أو ضمان، من أي حاجة، من نواحي فنية، من عنده اعتراض، لازم يبقى عنده اعتراضات، ده طبيعي جدا. دي رقم 5. رقم 6 الكلوزنج بقى، ازاي اقفل بقى الديل بتاعي، ازاي اقفل الديل بتاعي. رقم 7 ودي خطيرة جدا ومهمة جدا، ازاي ابيع لنفس العميل اكتر من مرة. ازاي ابيع لنفس العميل اكتر من مرة. ال7 دول هنتكلم عنهم تفصيلا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. يا رب يكون الفيديو دوت البدايه والتسخين كده بس بتاع الكتاب يكون عجبكم. هسيب لكم في الديسكريبشن اسم الكاتب ولينك كمان لحد لو عاوز يحمل الكتاب ان شاء الله. تجربتي الاولى في شرح وملخصات الكتب، يا رب تبقى عجباكم، يا رب تبقى مفيده ليكم ان شاء الله. اكتبوا لي في التعليقات برضو لو حد حابب نتكلم في حاجه معينه، وعاوز اسمع رايكم. التجربه الاولى اخبارها ايه؟ احنا بعدنا بقى شويه، ما اتكلمناش بقى عن اللايت كارنت والصناعه والسيستمز بتاعتنا، بس اتكلمنا في البيع. والبيع كمان ده بيخص اهل السيلز في الصناعه بتاعتنا، صناعه اللايت كارنت وفي بقيه الصناعات، لان البياع هتلاقي فيه سكيلز مشتركه ما بين كل المجالات. يعني هنتكلم عنها تباعا ان شاء الله باذن الله. مستني رايكم، ولو انتم انبسطتوا ان شاء الله باذن الله من الفيديو دوت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في الشانل بتاعتنا عشان تعم الفائده
ويا رب اشوفكم دايما على افضل صحة واتم صحة، وكل حاجة تبقى زي الفل. السلام عليكم.